وسهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، مرحبا بكم في خبر حصري. أفادت مصادر إعلامية أن الشرطة الألمانية اعتقلت محمد بودريقة رئيس فريق الرجاء الرياضي بمطار هامبورغ الدولي بعدما كان في طريقه للقاء جوزيف زيمباور مدرب الفريق الأخضر. وسافر بودريقة من الإمارات إلى ألمانيا بطلب من المدرب الألماني زيمباور الذي اقترح على مسؤول الفريق الأخضر اللقاء به في هامبورغ الألمانية، حيث كان يخضع للعلاج بسبب فيروس أصيب به خلال الاحتفالات رفقة الجماهير واللاعبين بالتتويج بلقب كأس العرش، حسب ما أكده مصدر مسؤول. وسافر بودريقة إلى ألمانيا لإتمام المفاوضات مع زيمباور وتوقيع عقد جديد يضمن استمراره مع النسور الخضر لموسم أو موسمين براتب شهري جديد قبل أن يفاجأ باعتقاله. وكانت مذكرة بحث دولية قد صدرت في حق رئيس الرجاء الرياضي منذ أسابيع بسبب اتهامات في قضية شيكات بدون رصيد. وغادر بودريقة المغرب منذ يناير الماضي، إذ رافق الفريق الأخضر إلى الإمارات، حيث شارك النسور الخضر في دوري دولي قبل أن يعلن إصابته بأزمة قلبية اضطر معها إلى إجراء عملية جراحية في بريطانيا. وأكد رئيس الرجاء في أكثر من خرجة إعلامية أنه في فترة نقاهة وسيعود للمغرب بعد التعافي كليا، قبل أن يعلن خبر اعتقاله بألمانيا ليلة أمس.